يا رب تكونوا بخير. في عندنا كده في دمياط محل اسمه الجمال. عمل اختراعات كده حلوة بالفطير، ان هو حشيها زي الحواوشي وعاملها زي سندوتش وحاجات جميلة كده. تعالوا ما نعمل زيه ونحاول نقلده ونشوف ايه الدنيا. دوت 3 معالق سكر. دي عجينة الفطير. هنبتدي الاول اللي هي العجينة على معلقة ملح. ديت كوباية مية اهي دافيانة ونحطها عليها ونبتدي نقلب. بعد ما عجنتها بتحمر ازاي اهي، هنبتدي بقى ناخد حته قطعه كده كوره يعني حلوه كده اهي، نكورها كده ونحطها بقى هنا اهو. ديت انا دهناها زيت اهي، هنحطها كده. نبتدي بقى نعمل كده لغايه لما العجينه بتاعتنا تخلص. تعالوا بقى لمرحله الحشو. دوت 3 بصلات مبشورين كبار عليهم دي اقل كمان من نص كيلو لحمه. هاتي اللي انت عايزاه، تحطي سجق، تحطي فراخ، اللي انت عايزاه كله، الحشوه اللي تحبيها حطيها. هنا بقى بهارات ملح فلفل بس. هندعكهم في بعض ونحطهم في الكبه، يعني ده ندعكهم كده بايدينا، وبعد كده هنلم ده اهو في الكبه، وبعد كده هجيلكوا تاني. انا كده طحنتها اهي وقسمتها كور وهسيبها على جنب كده. اما بس العجينه اهوت وانا مخلصاه. يلا بقى تعالوا دلوقتي نشوف هنعملها ازاي. شوفوا بقى يا جماعه هنفردها كده. حاطه طبعا زيت اهو. نبتدي ان احنا نعمل يا جماعه. شوفوا هنحط بقى عليها شويه سمنه كده. انا مسيحه سمنه اهو كده مسيحه سمنه اهو. نحط عليها بقى حبه سمنه كده ونعملهم بايدينا كده. وبعدين هنجيب اللحمه اللي احنا عاملينها هنا حته لحمه كده ونحطها في النص. دي يا جماعه اللحمه دي اللي هي بتاعت الحواوشي، يعني انتوا عايزين تعملوا الحواوشي ده الطريقه بتاعتها اهو. وبعدين نروح تانيين كده الناحيه التانيه كده ونحط سمنه كمان اهو. نعمل كده نحطها على جنب كده. وهنبتدي نجيب واحده من اللي احنا عاملينها دي نعملها تاني، بس دي بقى مش هتبقى محشيه، دي هتبقى ساده، لان دي هندخلها جوه دي هنعملها 3 طبقات. خلاص جاهز اهو. شوفوا يا جماعه انا حطيت التانية اهي والسمنه اهي تحتها. هنروح عاملين كده برضو قافلين عليها. دي طريقه برضو اي فطير، بس احنا ديت بقى هيبقى دي محشيه اللحمه بقى. ده غدا نفس الحكايه. احنا في الاخر هندورها لما هي تقعد تستريح. دي بقى التالتة اهي نفس الحكايه. هنعملها كده ونحطها فيها يا جماعه. دي الطبقه التالتة اهيت نفس الحكايه التانية بالظبط اهي. هي الصينيه دي مدهونه سمنه، ونحطها فيها كده ونسيبها شويه عشان نقدر ان احنا نفردها في الصينيه بس كده، وندخلها الفرن وخلاص على كده. شوفوا يا جماعه انا فردتها اهو جميله. حطيت كنت نسيت احط عليها جبنه موتزاريلا، حطيت. هبتدي عامله كذا واحده وعملت الساندوتش. هبتدي ادخلهم بقى الفرن لما يطلع بقى اوريكم يا جماعه. بعد ما طلعت شايفين الجمال. هنا بقى اتحدث عن الحلاوه دي كلها. حاولت ان انا اعمل الترند بتاع الجمال. شايفين الجمال تحفه وريحتها كانك عامله سندوتش حواوشي. يلا جربوها بالطريقه ديت. الف هنا عليكم. يلا باي باي.